اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد على قناه الحره تيفي. اليوم جيت نتكلم على اللايف ديال ديك الميكروبه ديال البارح، اللايف اللي طرات فيه واحد الحاجه اللي خطيره جدا وعندها ابعاد يعني سياسيه وابعاد وطنيه، وللاسف بزاف من داك القطيع اللي كان معاها ما ردوش البال او بالاحرى تغاضوا عليها، وهي حتى هي براسها واخا تعطاها الميساج وتعطاتها الملاحظه من بعض شي وحدين للاسف بقات ميكه ودايره راسها ما كتشوفهاش. البارح ديك الهيشه وهي في داك البرنامج ديالها داك اللي كنعتبره انا مكب الزباله، هذاك بالنسبه لي انا كنعتبره بركاسه حاويه ديال الازبال مجموعين فيها في ميكروبات والاوساخ والقاذورات والنفايات مجموعين تما، لا منها هي ولا من دوك اللي معاها ولا من دوك اللي كيتصلوا بها، يعني تو سامبلوم واحد طارو ديال الزبل ولا واحد الزباله اعزكم الله مجموعين فيها تما. البارح ديك الهيشه وهي كتسمع داك الكلام الخاوي داك الكلام الماجن الحقير اللي فعلا كيدل على النوعيه ديال البشر اللي مجموعين عندها تما، جالسه كتاكل فوق من الرايه المغربيه. تخيلوا معايا الرايه المغربيه اللي الناس كتقاتل عليها، بلا ما نتكلموا حنا على الناس الحدود وعلى الناس اللي مخترعين واعلام اللي كيهزوا الرايه، حنا نتكلموا على ابسط شيء واللي واقع مؤخرا هي الكره ديال القدم. الناس كتقاتل وكتموت في المونديال باش تهز طرف ديك الرايه المغربيه وباش تشرفها وتهز بها، الناس بكات الدموع وبكات الدم عليها، وخانزه ديال الخلا مكلخه جاهله وحقوده اميه مدمنه حاطاها في الكرسي جالسه فوق منها وجالسه كتاكل فوق منها بحال شي شيفون بحال شي خرقه. واش هذه خيتي هذه، واش هذا الجهل اللي فيها، واش ما وهذا الحقد ما بغاش يسالي؟ المصيبه هما داك القطيع ديك الزباله ديك الشمكارات اللي مجموعين تما عندها، واللي حتى شي وحده فيهم ما رقات ليها ولا عيطات ليها ولا قوه الاتصالات. واش هذا البقر اللي متبعها واش مغربي ولا ماشي مغربي؟ هادشي راه خطير بزاف، هادشي راه عنده ابعاد سياسيه، هادشي راه متعمد. علاش في هذه الفتره بالضبط اللي العالم ديالنا كيترفرف عالي في الكره الارضيه كامله، جميع بقاع العالم كيتكلموا على الرايه المغربيه اللي هي رايه حمراء بنجمه خضراء، والبقره الهيشه الويله جالسه كتاكل فوق منها دايره بحال شي ناب بحال شي سربيته؟ ما فهمتش انا شنو هاد قله الاحترام، شنو هاد قله الوعي، شنو هاد اللا وطنيه، شنو هاد الجهل لا ديالها ولا ديال داك القطيع اللي معاها. شي وحده من دوك اللاسيانات دوك الباترونات الكبار اللي كيظنوا راسهم انهم هما اللي حامينها واللي كيدعموها ما قدرات تهز التليفون وتعيط لها. شي وحدين اللي كانوا كيكتبوا شي كلمات وكيكتبوا شي ميساجات اللي كيكتبوهم مرارا وتكرارا وهي متعمده كدوز عليهم، كتقرا الميساج اللي قبل واللي بعد والو. انا راني عملت واحد تسجيل فيديو باش تشوفوا التعاليق، دابا نحطو ان شاء الله في شي فيديو مور هذا باش تشوفوا التعاليق اللي كانوا كيكتبوا لها وهي راسها ما بغاش تشوفوا، كتعمد انها تنقز، بقات كتخشي في وجهها وكتاكل. ودوك الخانزات دوك المتشردات دوك الشرديمات اللي كيسحبوا راسهم شي حاجه وراه اقل شيء نتوما اكثر منها وساخه، لان الانسان اللي تيكون راقي والانسان اللي تيكون كلاس وواعي راه ما يتبعش وحده بحال هذيك. غنتبع وحده تكون احسن مني في الثقافه، احسن مني في الوعي، احسن مني في لو سافوار فيفر لو سافوار فير باش نتعلم منها. اما باش ندعم وحده بحال هذيك فهذا يدل على انها هي احسن منك. اذا الا كانت هي صفر انت راه ناقص لا ما لا نهايه، دونك انت راه شي حاجه اللي قل من ما عرفش قل شي حاجه اكثر من ناقص. بزاف ديال البنادم تما جاهل، بزاف ديال البنادم اللي بين على الحقد ديالو للمغارب والمغاربه اللي فعلا كيتسناو الفرصه باش انهم يجرتلوا ويشرتلوا بديك الرايه المغربيه اللي هي رمز وطني. انا ما فهمتش هاد خياتي اللي كيتبعوها لان اغلبيتهم مشموتات وشمايت. واش والو ما كتهزكمش النفس؟ ما عندكمش روح الوطنيه والو؟ ما فيكم حتى شي حاجه؟ وسبات لكم الذات الالهيه والو بقيتوا لاصقين فيها؟ سبات لكم الملك البلاد بقيتوا لاصقين فيها؟ سباتكم نتوما كتعرق لكم مرارا تكرارا، ما كتحركوش، ما عندكمش النفس، ما عندكمش الكرامه. واش عندكم ما يدار في حياتكم؟ والو. والمصيبه الكحله داخلين معكم ناس من دول اخرى ومن جنسيات اخرى وكيشوفوا ديك الحاله اللي كدير رايه وانتم كي البقر حالين فمكم كتعيطوا انا مشي عليا الراجل مع خويا اش هاد التفاهه. راه قلت لكم راه قناتها راه مكب لي الزباله زباله بمعنى، وانتم كتمشيو كتغوطوا فيها كتعملوا كاكا بعد كتجلسوا تشموها انتم وياها تو سامبلومون. هادشي اللي كاين باش نقولوها بشي لغه اخرى، هادشي اللي كاين. نتوما مزباله بحالكم بحالها وتجمعتوا تما مكب ديال النفايات، واحد الغرزه ديال الشمكاره وديال المدمنات والمكبوتات والسكيرات اللي فغيمون حياتكم خاليه وحياتكم عذاب. نتوما خاصكم عقوبه انتم وياها، خاصكم ماشي غير السجن ولا تخلصوا غرامه، لا خاصهم يجمعوكم في شي بلاصه ويعطوكم تكتبوا الدستور المغربي 100 مره لواحد باش نيت تعرفوا القواعد وتعرفوا شنو هي المواطنه وتعرفوا بحق شنو هو القانون. المشكله راه باين نتوما ما تربيتوا، ما عندكم اصل، ما عندكم فصل، لان اي انسان حب الوطن في قلبه ما يقبلش شي حاجه تقيسها، ما يقبلش الرايه انها تقاس بشي حاجه وهي جالسه كتاكل نتوما دايرين بها. راه ما كنفهمش انايا نتوما النوعيه ديالكم شنو. نتوما راه السلام ما خصيش تسلموا عليكم الناس، ولكن مع من كنهضروا للاسف حنا في زمن النفاق، حنا في زمن يؤمن الكاذب ويكذب الصادق.
الوطن هو الام، يعني الوطن كيجي قبل من الام وقبل من راسك. الا شي حاجه غتقيس بلادي فحتى شي حاجه ما تجي قدامه ولا تجي قبل منها. ولكن للاسف نتوما ما قارين لا تا مغربيت ولا تا مسلميت ولا انسانيين ولا تا شي حاجه، اللي ما عندكم والو، فارغين من الداخل، خاويين اكثر منها. هي عاشت في الزناقي وانتم عالم الله فين عشتوا. واللي غيقول بانني بالغت ولا بانني زايدت على الامر فراه فعلا ما فهم حتى شي حاجه. لو كان هذا التصرف جا من شي انسانه اللي عاديه اللي ما عندها السوابق في الحقد على المغرب وفي اهانه الرموز المغربيه، غنقول يمكن بالخطا، يمكن جهله، يمكن ما عارفاش. ولكن هي دائما كتعمل شي تصرفات اللي كتدل على انها فعلا حاقده على المغاربه وانها فعلا عدوه ديال هذا البلد. خاص ان كانوا جوج ديال الناس اللي كانوا كينبهوها وكيقولوا لها حيدي 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 راكي، وهي كتجاوز دوك التعاليق وكتدوزهم بحال ما شافتهمش. هذا يعني انها واعيه تماما. وراه فايت لها دارتها واحد المره، يدخل واحد الانفصالي كيسب في ملك البلاد وهي بقات بالعاني دارت راسها ما عارفاش وما فاهماش، وهي راها فاهمه كل شيء وعارفه كل شيء. فكنتمنى فعلا ان الصوت ديالنا يوصل لشي محامي ولا شي مسؤول ويتقدم بواحد الشكايه. راها هانت رمز من رموز البلاد وراه فيه سجن وفيه غرامه ماليه. خصنا غير شي حد اللي يكون فعلا اهل للثقه ويتقدم بهذه الشكايه هذه، لان الامر زاد على حده. وحتى دوك اللي كيدعموا وكيصفقوا لها راه نتوما خصكم تربوا اكثر منا، لانكم نتوما اللي دسترتوها وانتوما اللي كتغطيو عليها وانتوما اللي عييتوا ما تزوقوا عليها، وفي الاخر كتنوض كتصبنكم وكتغسلكم. وغنتكلم في هذا الموضوع في فيديو اخر، ماشي هذا، غادي نخلي الفيديو ثاني اللي غادي نخصصو خاصه لدوك كبريات الكهنه اللي فعلا تفرشوا وتفضحوا مؤخرا وعلى يدها هي. خوتي خواتاتي وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا بزاف على تتمته حتى الاخر. كنتمنى فعلا انه يتبارطاجا على ابعد مدى باش يوصل الصوت ديالنا، لانه هذه راه مهزله وما يمكنش نزيدو نسكتوا عليها. الرايه المغربيه هي رمز من رموز الوطن. الا كنا مغاربه ومواطنين حقيقيين واحرار راه ما يمكنناش نسكتوا على هذا الشيء ولا نديروا عليه عين مكه وندوزوه مرور الكرام. شكرا لكم والى فيديو اخر ان شاء الله.